أحفاد الزعيم، الولاد مكملين المشوار والبنات قلبوا الموازين. حفيدات الزعيم هالة وكاميليا نجوم على التيك توك، ورؤية مشروع فنانة صغيرة. العرق بيمتد لسابع جد، وده بالظبط اللي بنشوفه في أحفاد الزعيم عادل إمام. جيل جديد لكن حب الفن ماشي في عروقهم من زمان، كل واحد واخد طريقه، فيهم اللي مشي على خطى جده وفيهم اللي اختار طريق مختلف تماما. لكن الغريب رغم ان عادل إمام معروف من زمان انه بيحرص جدا على خصوصية عيلته وخصوصا زوجته وبنته يكونوا بعيد عن عدسات الكاميرا ووسائل الإعلام، لكن أحفاده قرروا التمرد على عادات الزعيم ودخلوا عالم التيك توك والسوشيال ميديا واكتسبوا معجبين كتير. وفي حوار قديم مع مجلة آخر ساعة سنة 1993 اتكلم عن موقفه من عمل المرأة وقال: أكيد أنا مع عمل المرأة لأني لا أتخيل نصف المجتمع عاطل، لكن بالنسبة لي ولظروف عملي الأولاد والبيت محتاجين لمجهود ورعاية أكتر، وعلشان كده كان اتفاقي مع زوجتي إنها تتفرغ لنا وفلوسي كلها معاها. حرص الزعيم ومحاولاته طول السنين اللي فاتت إنه يكون أسرة متماسكة ومترابطة جدا بعيدا عن الأضواء، وحتى إنه صرح قبل كده بإنه ما بيحبش بنته أو زوجته يدخلوا عالم التمثيل، لكنه رحب بدخول محمد ابنه للفن ودعمه بقوة، وده طبعا مع وجود رامي المخرج الكبير اللي بيفتخر بيه والده وأسرته. لكن تربية البنات في بيت الزعيم كان ليها طابع مختلف، وفي خبر انتشر على أحد المواقع الصحفية قبل جواز محمد إمام قالوا إن محمد كان حريص جدا على عدم ظهور زوجته في أي صور قبل الفرح، وده حسب نصيحة والده علشان يحافظ على خصوصيته. لكن النهاردة بنشوف أحفاد الزعيم في عالم مختلف تماما، منهم اللي عايش بره مصر بيدرس ومنهم اللي داخل مصر وليه شعبية على منصات التواصل الاجتماعي. الأولاد مشوارهم مختلف. عادل جونيور اللي فرحه كان من قريب خد من جده الاسم والشكل وورث حب الفن والإخراج من وهو صغير، كان بيروح مواقع التصوير مع جده ووالده وحب مهنة الإخراج من أبوه. أما عز الدين الحفيد التاني حتى الآن ما عندوش أي ميول لدخول عالم الفن، وتخرج من جامعة مصر الدولية سنة 2021 ومهتم أكتر بدراسته. لكن البنات قرروا التمرد الناعم على تقاليد العيلة والخروج للجمهور بحضور وخفة دم، وأشهرهم رؤية بنت رامي إمام أصغر إخواتها، وهي نجمة على التيك توك وليها متابعين كتير وبتحب تقلد جدها وتنزل فيديوهات وتشارك مع قرايبها. كمان هالة بنت سارة من المشهورين على التيك توك، الناس حبتها بتقلدها مشاهد جدها من مسرحية مدرسة المشاغبين، والفيديو بتاعها عمل ضجة كبيرة لدرجة إن الزعيم نفسه اتبسط وشجعها تستمر. كاميليا أخت هالة دخلت قلوب الناس زي أختها وبنت خالها من خلال التيك توك، بتشارك مع بنت خالها رؤية في فيديوهات ظريفة، وده خلاهم مشروع فنانات صغيرين بطابع خفيف ولطيف. ويتبقى أمنية هي الحفيدة الوحيدة الهادية اللي بتفضل تبعد عن الأضواء وبتحب الخصوصية أكتر. أما خديجة وإسمت بنات محمد إمام بيظهروا مع أبوهم في فيديوهات وصور طريفة على السوشيال ميديا وبيدخلوا قلوب الناس بخفة دمهم وروحهم المرحة. وبما إن حب الفن ماشي في دم العيلة مهما اختلفت الطرق، ولأن الجيل الجديد بيتميز بخفة وروح مختلفة، فهل ممكن قريب نشوف حفيدات الزعيم على خشبة المسرح أو في عمل فني رسمي ولا لأ؟